يمدينا ناخذ لنا سؤالين ثلاثة. يقول الشيخ: عندما أريد أن أدعو الله سبحانه وتعالى ما هي السنة في الدعاء؟ السنة طبعا في الدعاء أن يبدأ الإنسان بالثناء على الله عز وجل، يعني اللهم يا رحيم يا غفور يا كريم، يثني على الله عز وجل، ثم يذكر ضعفه ويقول وأنا العبد الضعيف المسكين المقصر في طاعتك، ثم يذكر بعد ذلك حاجته، يقول مثلا فاشفي ولدي المريض، فاقضي ديني، فاغفر لي، وما شابه ذلك، ثم يختم دعاءه بالصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في آخر دعائه. ويستدلون على ذلك بما ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة، فإن الله تعالى افتتحها بالثناء عليه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ذكر عبودية العبد وفقره إليه فقال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ذكر بعد ذلك حاجة العبد إلى الله فقال اهدنا الصراط المستقيم. هذا إذا تيسر الإنسان له أن يدعو بمثل ذلك فإنه مطالب أن يدعو به.